بعد 7 أيام من هالتحدي نومتي تغيرت، طاقتي تغيرت، ونظرتي لحالي تغيرت، بس مش بالطريقة اللي كنت متوقعتها. خليكي معي للآخر لأن أكتر يوم دمرني هو كان اليوم الرابع. هذا تحدي 7 أيام ب7 عادات صحية، كل يوم عادة. كلنا بنحضر فيديوهات عن العادات الصحية وبنقول بكرة منبلش، بيجي بكرة بس ما منبلش. فمشان هيك قلت بدي احرج حالي قدامكم واعمل هالتحدي اللي هو 7 عادات صحية ب7 أيام، كل يوم عادة، وشوف شو النتيجة وشاركها معكم. قررت اني اعمل هالتحدي وما في اعذار، حتى لو ما كان جاي عبالي بدي اعمل، لانه هو بس 7 أيام. ولما الوحدة بتعرف انه المدة قصيرة بتصير بتعمل جهدها اكتر، انه يعني لانه تحدي عم تتحدى نفسها. وهلأ حاحكي لكم عن كل يوم بيومه. اليوم الاول كان هو شرب المي زائد مشي 20 دقيقة. هلا للصراحة أنا بشرب مي منيح، يعني ما كان في عندي مشكلة بالموضوع، والمشي كمان بمشي منيح. بس بالنسبة لطقس النرويج مع كل هالبرد اللي هو عم توصل لناقص 16 وناقص 17 درجة البرودة وتلج وتصحيط، ما كان سهل أبدا. بس الحمد لله قدرت اني اعمل تحدي تبع اول يوم وامشي 20 دقيقة. وبصراحة بهذا اليوم كنت حاسة بطاقة كبيرة لاني حسيت حالي عملت انجاز. اليوم الثاني من التحدي كان التخلي عن السكر بشكل كامل، ما في ولا نقطة سكر طول النهار. وهون كان الوجع الحقيقي. كل شي قدامي تحول لسكر. بس والله خلصت النهار كله بدون ما اكل اي شي فيه سكر يعني. وكنت كتير مبسوطة وحاسة بإنجاز كتير كبير. اليوم الثالث كان تمرين رياضي أقوى شوي من اللي أنا بالعادة بعمله، لأنه أنا أوقات بتمرن يعني إنه كذا مرة بالأسبوع. بس للصدفة يعني هاليوم بالذات ما كان جاي على بالي أتمرن أبدا. بس لأنه هذا تحدي تحديت نفسي وعملت ساعة كاملة تمرين مقاومة. أنا بالعادة بعمل نص ساعة 3/4 ساعة، هذا اليوم عملت ساعة كاملة. ولما خلصت كمان عن جد كنت كتير مبسوطة، كنت كتير مرتاحة نفسيا. بتعرفوا الرياضة هي بتعطي يعني أدرينالين، بتحسن النفسية. ودغري بعد بس تخلصي رياضة تحسي حالك مبسوطة. فهذا الشي اللي صار معي بالضبط، وحسيت كمان بإنجاز عظيم. هلأ وصلنا على أي يوم؟ على اليوم الرابع اللي هو كان أصعب شي بالنسبة لإلي، وبعتقد كلكم حتوافقوني الرأي إنه هذا الشي كان صعب، وهو النومة قبل الساعة 11. بتعرفوا يعني كتير صعب الواحد ينام على بكير، منه سهل أبدا. فهذا اليوم عن جد كان امتحان حقيقي بالنسبة لإلي. بس الحمد لله قدرت اتغلب على السهر، وتاني يوم فقت الساعة 6 وكنت كتير شبعانة نوم. كمان كانت تجربة كتير كتير حلوة وإيجابية والله. اليوم الخامس كان وجبة غدا صحية. بصراحة هذا النهار ما كان كتير صعب علي، لأنه أنا دايما بحاول أكل أكل صحي على قد ما بقدر يعني، ومتعودة يعني على الأكل الصحي. فعملت وجبة غدا كتير صحية وأكلتها. وإذا حابة تعرفي شو هو الغدا تبعي كان بهذا النهار اكتبي لي تحت بالكومنت وبقلكن شو كان الغدا، شو عملت. وصلنا هلأ لليوم السادس. تحدي هالنهار هذا كان بدون موبايل قبل بساعة من النوم. وللصراحة لما قلت لكم انه التحدي اليوم الرابع كان هو اصعب شيء، انا كنت غلطانة. بس حبيت حمسكم شوي. هذا اليوم كان اصعب شيء، لانه يعني كتير كتير انا متعودة انه قبل النوم يكون الموبيل بايدي او الموبايل يكون الموبايل بايدي، وقلب عليه قلب لحتى اخفى. وهذا الشيء غلط انا بعرف، بس انه متعودة هيك. فبالنسبة لإلي كان هذا الشيء أصعب من النوم قبل الساعة 11.
بس الشيء الإيجابي هو إنه فجأة حسيت إنه في وقت للتفكير، وقدرت أحل 3 مشاكل من المشاكل اللي عم فكر فيها براسي وما كنت عم لاقي لها حل. لقيت لها حل بهالساعة هيدي. اليوم السابع والأخير كان تحدي العناية بالنفس جماليا، عم بحكي من الناحية الجمالية. هذا النهار كان كتير كتير حلو وممتع، وما حسيته تحدي. أنا أكيد كل يوم بعتني بحالي يعني، بس هذا اليوم ما خليت شي عناية بالنفس إلا ما عملته، ما خليت اعتناء إلا ما اعتنيته. لأنه تحدي يعني. فمن ماسكات، من دوش طويل لمدة ساعة كاملة، من سكين كير، من مسك للشعر، مسك للوجه، مسك للإيدين، ما خليت شي ما عملته. حتى أنا بالعادة ما بحط ماسكات لشعري، حطيت ماسك لشعري فقبل الدش أكيد يعني. فكمان كان نهار كتير حلو. بس عن جد عن جد كتير حلو إحساس العناية بالنفس. يعني بتحسي حالك خلقتي من جديد، حتى لو الوحدة متعودة إنه تعتني بنفسها، بس إنه بتحسي حالك خلقتي من جديد يعني. هلا حقلكن عن النتيجة بشكل عام. 7 أيام مع 7 عادات صحية. النتيجة اللي طلعت فيها هي اني حبيت كتير هالتحدي، وفكرت اسا اعمل تحديات كتير معكم بالايام اللي جاية. فاذا انت حبيتي هالتحدي، ولا اذا عندك افكار تحدي تانية، قولي لي عنه تحت بالكومنت. ولا تنسي اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديوهات الجاية.